متابعة آخر تطورات العملية الإرهابية التي جدت اليوم في متحف باردو وآخر التطورات والأخبار التي وصلتنا من هناك تفيد بأن هذه العملية انتهت منذ قليل بالقضاء على العنصرين الإرهابيين واستشهاد أمني واحد. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي قد أكد قبل ذلك مقتل 7 سياح أجانب وتونسية واحدة في هذا الهجوم الإرهابي الذي جد ظهر اليوم في متحف باردو من قبل إرهابيين. وهذه بعض الصور من محيط مجلس نواب الشعب وداخله الذي شهد حالة من الفوضى إبان العملية، وهي صور حصرية للتلفزة الوطنية. نذكر إذن أن العملية الإرهابية التي جدت اليوم في متحف باردو قد انتهت قبل قليل، وقد انتهت بالقضاء على الإرهابيين وباستشهاد عون أمني واحد.